السلام عليكم. يلا نعمل مع بعض فطيرة حلوة طعمها حلو قوي وهتعجبكم ان شاء الله. بنشتريها من بره باسعار غالية وكمان طعمها ما بيبقاش بالطعم والجمال دوت ولا بالجودة دي. حاجة مضمونة ومعمولة في البيت وسهلة، ما بتاخدش وقت ومش مكلفة ان شاء الله. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك ومتابعة عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. انا هنا جبت 3 كوبايات من الحليب، حطيت عليهم 3 معالق كبار من سوري 4 معالق كبار من الدقيق وعليهم فانيلا، وحطيت على كل كوباية من الحليب معلقة كبيرة من السكر، وطبعا تقدري تقللي السكر او تزودي حسب الرغبة. ومع التقليب المستمر لحد ما القوام يتقل يبقى بالمنظر ده. بنجيب صينية مدهونة سمنة وبنحط فيها طبقات من الجلاش، وبين كل طبقة وطبقة بنحط سمنة. وهتيجي على الحواف كده وتعملي حواف بالجلاش بتاعنا علشان لما نحط الحشوة بتاعتنا ما تطلعش بره او تتحرق. وبعد كده نحط الكريمة اللي احنا عملناها اللي هي بالحليب والدقيق، وبنقفل عليها بقى ايه طبقات الجلاش اللي احنا كنا حاطينها على الحواف دي. وبنحط تاني طبقات، وبين كل طبقة وطبقة سمنة زي ما احنا عملنا في الاول لحد ما نخلص كمية الجلاش اللي معانا. بتدخل الفرن على درجة حرارة 200، بتقعد لحد كده ما اللون يبقى ذهبي. وبعد كده اول لما بتطلع بنرش عليها كده معلقتين 3 من العسل، اللي هو يعني السيرب اللي بيكون ساقع وتقيل. وبنحط عليها كوباية من الحليب كاملة. تمام. نسقيها كويس بس نكون مقطعينها الاول علشان يبقى كلها كده جوسي. وبعد كده بنحط على الوش سكر بودر بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طعمها حلو قوي 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 وسهلة وما بتاخدش وقت، وهتعجبكم جدا ان شاء الله. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك ومتابعة عشان بإذن الله يوصلك كل جديد. شكرا لكم ولدعمكم. باي باي.